تعالوا نعمل أشهى خبز بالبيض بالفرن ب5 دقايق. بنحضر الخبز وبنحضر البيض. ممكن نضيف جبنة، مثلا جبنة شيدر أو أي نوع من الجبنة اختياري، أو أي إضافات ممكن أنتوا برضو تضيفوها، هي اختيارية. بنفتح الخبز زي ما أنتوا شايفين بهاي الطريقة، بنعمل هيك فتحة. ما ننسى أنه ندهن الرغيف من تحت بشوية مي عشان يضل الرغيف طري وما ينحرق. أشهى وأسرع خبز بالبيض رح تدوقوه فعليا. ما في سعرات حرارية إذا أنتوا بتلاحظوا، لأنه هو فعليا مش مثل المعجنات، هي خبز رقيقة بتكون وبس، والبيض مشوي بالفرن عن جد كتير شهي. والأطفال اللي ما بيحبوا البيض أنا متأكدة إنهم راح يحبوا هاي الطريقة. هون بندهن كمان الحواف بشوية مي لحتى ما ينحرقوا. بنوزع الخليط البيض والجبنة على الخبز الموجود عندنا. طبعا بنكون احنا محامين الفرن قبل ب5 دقايق على الشواية زي ما انتوا شايفين، وفعليا ما بياخد 5 دقايق. بتمنى انكم تجربوها وتشوفوا الطعم. ما رح تتخيلوا انه هذا الطعم ب5 دقايق